قال واذكر ربك، يعني اذكر جلال الله، اذكر عظمة الله. في آية اذكر اسم ربك، تذكر الله في خلوتك، تذكر الله في الجلوة في الطريق. ذكر الجلوة وذكر اللسان، بلسانك وانت ماشي بالطريق تذكر بسبحتك بإيدك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كله ذكر. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذكر، هذا ذكر الطريق وانت ماشي في الطريق. أما ذكر الخلوة لما بتقعد لحالك في البيت غمض عيونك بتلاحظ قلبك يقول الله 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 الله، لازم مع الملازمة بيصير ذكر الله في القلب مثل الطبيعة. شلون نفسك طبيعة؟ في حدا منكم بيتكلف بالنفس؟ نفس طبيعة، بيصير الذكر في القلب طبيعة. شلون ما فزيت، شلون ما قعدت، تلاحظ قلبك عم يقول الله 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 الله. هذا ذكر الله، ذكر الخلوة، فتلاحظ أن الله معك في كل حال.